SourceDots.com هو واحد السيت تم إنشاؤه في عام 2003. ملي غادي تدخل الموقع غادي تلقى هاد الجملة هادي غادي تبان لك عادية، ولكن لجنا نكليكيو على كلمة غادي تدينا لواحد الرابط اللي ما عندوش النهاية. صفحات نشأوا عشوائيين، على ما كيبان لي صفحات كيبانوا عاديين، ولكن كل ما كنوليو نديرو ريفريش لاباج كيعطينا صفحة جديدة فيها اقتباسات اللي مفهوميش وصور اللي تاهم مفهوميش. كل ما كنديرو ريفريش لاباج كيعطيونا صور واقتباسات ايضا مفهوميش، بحال I am help yourself can I help you. انا براسي ما فهمتش الديفلوبر اللي هو المطور ديال هذا الويب سايت شنو باغي يوصل لينا. كل ما كان ريفريشي ولا باج عاوتاني كيطلعوا لينا صور واقتباسات جداد، بحال هذا الاقتباس هذا اللي طلع ليا هيلو ليتل بيبي. شنو اللي خلاك تجي لهذا العالم؟ هذا كيبقى من اغرب المواقع اللي طحت فيهم حاليا، وما ننصحكمش نهائيا تجربوه، حيت الاغلبيه ديال هذه المواقع كيكونوا عامرين بالفيروسات، وما ننصحكمش الخوت تمشيو تقلبوا عليه حيت يقدر يضرب لك البيسي ديالك او لا يهاكيك وانت ما عادي ما تجيب. بحال واحد الرساله لقيتها في هذا السيت اقترحها عليا هي life is simply a tangent on the way to death. الحياة مجرد ضلع على طريق الموت. ما نصحكمش نهائيا تمشيو تقلبوا لهذا السيت حيت يقدر يكونوا فيه فيروسات كما قلت لكم، اللهم اني قد بلغت. enrixangelfire.com واحد السيت تايلاندي صغير منظم، وداكشي اللي كيبان لينا واضح. كاين واحد لاباج هوم اللي هي الصفحه الرئيسيه، غادي تقولوا لي بلي هاد السيت عادي ما فيه حتى شي حاجه اللي كتخلع، ولكن بلاتي حدا داك التكست كاينه واحد التصويره، وداك التصويره ديال واحد البنت، وداك البنت في الغالب غادي تكون طبيبه، وفي الغالب غادي تكون طبيبه اللي كتبت هذا المقال هذا. وهنا غادي تبدا القضيه تحماض. الا بركنا على التصويره ديال ديك البنت كترجع الكتابه مرونه وما عندها حتى معنى. الا بركنا مره اخرى كتزيد ترون، وشحال ما بركنا بزاف المرات كيتزاد داكشي يترون حتى كنوصلوا للبركه الخامسه اللي فين كنمشيو لواحد الصفحه اخرى، لواحد الصفحه اللي سميتها هيلب اللي هي عاوني. فهاد الصفحه كاين واحد الوجه ضاحك، والبلاصه اللي كان مكتوب فيها هذاك المقال اللي كان كيطرى على ديك المرض جا بلاصتو واحد الناس مخربق شويه، ولكن نقدروا نقراو داكشي اللي مكتوب فيه. عافاك فيق وشكرا لزيارتك لهذا الموقع. فاش كندوزو من ديك البطونه اللي مكتوبه فيها انريكس، فاش كنبركو عليها كيديونا لواحد الصفحه اخرى كنلقاو واحد الساروت زرق، ولتحت كاين واحد الرابط مكتوب فيه باي باس لوغين، وفاش كنبركو عليه كيدينا لواحد الصفحه اخرى واللي فيها شي ارقام ما مفهوميش وواحد النص مرون نيت، وإلا حققنا فيه مزيان غادي نقراو الحلم ديال تايلر تالا. وحدا ديك التكست كاينه واحد الفيديو، وملي كنفتحو ديك الفيديو كنلقاو هادشي كيتعاود بزاف ديال المرات، وكنقدروا نسمعوا وسط هاد الصداع المرعب شي ارقام غرابه. كاين شي وحدين اللي بقاو كيسمعوا مزيان وحاولوا يجمعوا الارقام كاملين ويجمعوهم بواحد البرنامج، ولكن مع الاسف ما تحصلوا على والو. نسيت الخوت، الموقع راه تغلق بصفه نهائيه وما غاديش تلقاوه. south32.com هاد السيت هذا ما فيش بزاف ديال الحوايج، ولكن فيه واحد لا فيديو ديال واحد المراه كتهضر على واحد الفيلم سميتو ساوث 32. ولكن في ديك الموقع كاين بزاف ديال الحوايج في شكل شي حوايج معوجين، شي كتابات ما مفهومينش. لا جينا نقلبوا على هذا الفيلم كنلقاو باللي كاين فعلا بصح. كنجيو نبحثوا على المعلومات ديال هذا الفيلم كنلقاو ان الممثلين ما معروفينش، والمخرج اللي خرج الفيلم بيدو ما معروف. ولكن فاش كنجيو نقلبوا على الكاتب ديال هذا الفيلم كنلقاو سميتو اليوجي. وملي كنجيو نبحثوا على ديك الموقع الاول اللي دخلنا له ساوث 32 كنلقاو ان صاحب الموقع هو الويجد بيوند نيت الكاتب ديال الفيلم. ودابا حلوا معايا ودنيكم مزيان وشدوا ريوسكم معايا، كاين اكثر من 1000 رابط اللي كيحمل اسم ساوث 32. هاد المواقع كلهم مصاوبين بنفس الطريقه وفيهم فيديوهات في شكلهم ما مفهوماش. ملي بقيت كنزيد نبحث في هاد المواقع لقيت ان شي وحدين دايرين فيديوهات كيهضروا على هاد الفيلم باللي راه زوين وان الكاتب ديالو راه الاعمال ديالو زوينه وخصكم تتبعوه وتفرجوا له. منهم مخرجين وممثلين كبار. CEO of South 32, an international film production company. Luigi Mion, executive producer and CEO of South 32, an international film production company.
ما عرفتش علاش كيبزوا للناس تدخل تتفرج في هذا الفيلم، هو اصلا ما عنده لا شهره لا والو، زعما تكون شي حاجه في داك الفيلم ماشي هي هذيك. ولكن الغريب ان الاغلبيه ديال هاد الناس ملي كيكونوا كيهضروا كيجبدوا في الهضره ديالهم لويجي بيوند، وكيبداو يمدحوا فيه ان هاد السيد هذا راه واعر وما يمكنش داكشي اللي كيدير، راه داكشي الطوب في الطوب ومن اروع الناس اللي كاين. المهم جالسين يمدحوا فيه مزيان. واحد النهار واحد اليوتيوبر استرالي غادي يدير على هاد السيد وهاد القضيه واحد الفيديو، و24 ساعه من مورا ما تحط الفيديو موقع الصوت 32 غادي يتبدل باكمله. هذا تهديد مباشر هذاك اللي حاط الفيديو ليه، مو الموقع اللي هو الويجي دي بيوند كيقول باللي مساعد يعطي $100,000 اللي شكون كيعرف عنوان اليوتيوبر اللي استفزو في ديك الفيديو اللي دار، وشويه من بعد الموقع غادي يولي فيه هادشي. الى يومنا هذا باقي الموقع كل نهار كيزيد يتبدل وكيوليو فيه شي حوايج في شكال، وممكن اليوم تمشيو تقلبوا على هذا الموقع راه مازال خدام الى يومنا هذا. الله تجبروا فيه شي حاجه جديده تبدلت. Gandalf.com هو واحد السيت كيتكلم على Ow.